السلام عليكم. رد فعل لا يصدق من الإعلام السعودي وليد الفراج بعد فوز الأهلي على المقاولين العرب برباعية. النهاردة بيسخر من الزمالك ومن لاعبي بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي النهاردة على المقاولين العرب، ليواصل الأهلي انتصاراته للمباراة 19 على التوالي، وأوقف طبعا نادي بيراميدز عن أي انتصارات منذ أن لعب مباريتيه مع النادي الأهلي. فقد تفاعل الإعلامي السعودي وليد الفراج مع فوز النادي الأهلي النهاردة، وأدلى بتصريحات عبر برنامجه أكشن يا دوري، وقال: أنا بفتخر إن أنا أهلاوي والحمد لله على نعمة النادي الأهلي. هو ده الأهلي اللي احنا نعرفه، بيفرم ويدوس أي حد يقدر يجي يقف قدامه. والنهاردة واصل انتصاراته المتتالية للمباراة 19 على التوالي. وكمان النهاردة أنا بتغنى وفخور جدا باللاعب وسام أبو علي اللي عمل هاتريك ولا أروع النهاردة على المقاولين العرب. وكمان بقول للإعلام الزملكاوي اللي كانوا بيوهموا لاعبي بيراميدز وإدارته الإماراتية إنهم يقدروا يحظوا بالفوز بالدوري السنة دي على حساب النادي الأهلي، وما يعرفوش إن المستحيل مش أهلاوي، وإنهم فاكرين إن خلاص الأهلي مش هيقدر يفوز بالدوري. بس النهاردة الأهلي بنقول له مبروك حسم الدوري. وكمان الأهلي المصري لما جه لاعب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية كان جايب التشكيلة الاحتياطية ورازع الهلال 4 في الإمارات. وكمان جاي الإعلام الزملكاوي وهو مش موجود في جدول الدوري أصلا بيقول لك إن الأهلي بيفوز بالحكام، وإن بيراميدز كانت هي اللي المفروض تفوز بالدوري السنة دي. لأ، أنا بقول لكم ما تعشموش نفسكم. النادي الأهلي النهاردة جاب لعيب ما شاء الله عليه، وأنا خايف بس على الحسد. النهاردة جاب هاتريك وأي حد هيقف قدامه فعلا هيفرمه. احنا الأهلوية توجنا بالدوري السنة دي، وإن شاء الله هنسميه دوري حسين لبيب. زي ما بقول لكم كده، ما هو الزمالك هو اللي ادانا فرصة ان احنا نريح اللعيبة اسبوع لما انسحب قدامنا. خلاص الاهلي النهاردة حسم يعتبر لقب الدوري. اللي بيراهن على الاهلي دايما كسبان، واللي بيراهن على اي حاجة تانية اكيد خسران. وانا بقول لميدو: روح يا ميدو اشرب لك كاسين ولا اي حاجة، ولا اقول لك روح شجع بيراميدز، ما هو بيراميدز مش موجود اساسا. وانا اللي عايزة اقول لكم النهاردة ان احنا مستعدين جدا جدا للسوبر الافريقي قدام الزمالك. بس انا بتمنى من الله ان هو ما يتسحبش ويقول اي عذر من الاعذار اللي بيعملها. ما احنا عايزين كل